لو حضرتك بتورد بضاعتك كلها لنفس التاجر الجمله او الموزع، فخليني اقول لك انك كده بتموت مصنعك على المدى البعيد. ازاي؟ تاجر الجمله او الموزع اللي حضرتك بتورد له كل بضاعتك هو فعليا بقى الملك الفعلي لنشاطك. مطمن انك مش هتعرف تورد لحد تاني عشان انت بتعرفش تسوق، مطمن انه هياخد بضاعه من مصدر هو مجربه كذا مره قبل كده، تمام، مطمن انه هيدفع لك فلوسه اجل مش هيدفع لك كاش. ليه؟ لانه عارف نقطه ضعفك، هو عارف انك بتجيب البضاعه بالفلوس وتبدا تشتغل فيها وتدفع مرتبات واجره للناس دي، فانت محتاج تبيع البضاعه دي وتاخد فلوس عشان تسد اللي عليك، مش عشان تكبر المصنع بتاعك. ودي نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارف. دي الفرق الاساسي بين ان واحد بيعرف يسوق لبضاعته وبيعرف يبيع بضاعته، وواحد تاني ما بيعرفش. فلو حضرتك بتعرف تسوق لبضاعتك 100 100 عليك، لو ما بتعرفش تسوق لبضاعتك فركز معايا. هقول لك ايه المشاكل اللي ممكن تحصل بس لو انت بتورد لنفس التاجر. مبدئيا التاجر ده هو عارف ان هو متحكم الاساسي في مصنعك، هو اللي ممكن يقول لك هات دلوقتي او ما تجيبش بضاعه، ممكن يقول لك انا عايز بضاعه او مش عايز بضاعه، ممكن يجي في موسم يزنقك في كميه كبيره بسعر معين لان هو عارف انك هتورد له الكميه دي وانت عارف انك مش هتقدر تستغنى عنه، تمام، وهو عارف انك مش هتقدر تستغنى عنه. فكل العوامل دي تخليك انت مجبر تورد له كميه كبيره بسعر ممكن يكون اقل من سعر السوق، مش ممكن، اكيد اقل من سعر السوق واجل مش كاش. فكل المشاكل دي بتواجهك لو انت مصر تورد لنفس التاجر او لنفس الموزع اللي مش عارف تخرج منه. طيب انت عشان انت تخرج من الموضوع ده انت لازم تتعلم تسويق، ولازم تعرف يعني ايه مبيعات، ولازم تعرف توصل لعملاء وتجار ومشترين بره المنطقه اللي انت فيها من غير ما تسافر ومن غير ما تروح ومن غير ما تيجي. وده ان شاء الله بنتكلم عليه هنا. لو مهتم بالكلام ده ممكن تتابعنا هنا لو مهتم اكتر بتطوير مصنعك وبتطوير صناعتك وبتطوير مبيعاتك، وان شاء الله هنتعلم اكتر مع بعض. عملنا جروب رواد الصناعه لاصحاب المصانع على الواتساب، لو حابب تنضم لجروب رواد الصناعه بحيث نتناقش لو في مشاكل، لو في حاجه معينه عايز تسال عنها، لو حد اكبر لو حد اقدم عايز تتعلم منه حاجه معينه، الجروب موجود ونقدر نتواصل عليه مع بعض ببساطه ان شاء الله. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، تنساش ادخل على الجروب. سلام.